السلام عليكم حبيباتي، معكم مالينا باستوري في نوفيل فيديو. اليوم بحول الله تعالى يوم 14 من رمضان. انا رايحه نشارك معكم وصفه خفيفه ظريفه، على بالي تكونوا كرهتوا الشطاطاح والمتوم، ويعني هاد الوصفه بزاف سهله بزاف اقتصاديه، وديروها تم توجدوها. ما عندكمش الدجاج تقدروا يعني تحضروها فقط بالخضار. انا هنا ضفت المورسو دو كويس فقط، يعني اللي يحب ياكل. سينو انا وحده كليت غير الخضار وتجي بزاف بنينه بارفومي، والخضار اللي كانوا عندك تقدري تضيفيهم في هذه المرحله فقط. اذا كانت عندك البطاطا غسليها مليح مليح وحطيها بالقشور تاعها، قسميها فقط على 2. اما توم تقدري تستعمليها بلا شميز تاعها، وتجيك وصفه اكثر من رائعه. اولا عندي حبه طوماطيش، بيان سور المقادير تقدروا تضعفوهم كيما تحبوا. عندي حبه تاع طوماطيش قطعتها دي روندال، عندي حبه تاع البصل كذلك انا حنقطعها دي روندال، عندي حبه تاع قرعه، وعندي قرن تاع الحار. والخضار اللي كي تزيدوهم يزيدوا لكم من على بناه زروديه قلت لكم. البطاطا انا هنا البطاطا ما قمتش تشوفوها، مي كانت عندي بطاطا مقطعه، كنت يعني ليله من قبل قليت البطاطا، دونك قعدوا لي حبيبات مقطعين في الاخر ضفتهم، يعني باش ما يقعدوا ليش في الثلاجه يومين، دونك ضفتهم هكاك فقط من الفوق ودخلتها للفرن. شوفوا حبيباتي، عندي قلت لكم حبه تاع قرعه، قرن تاع الفا الحار، وعندي كذلك ان مورسو دو بولي، وهنا كان عندي لو كويس. من بعد نجي نستف كامل الخضر هادو اللي قطعتهم وحضرتهم هكا كما راكم تشوفوا، نستفهم في البلاطو اللي راح يدخل لي للفرن. ولازم حبيباتي تكونوا سخنتوا الفرن ديالكم من قبل على درجه حراره 200 درجه، سخنوه على الاقل واحد نصف ساعه هكا باش كي تدخلوا البولي تاعكم راح يطيب لكم. وحاجه باينه بلي كي تكملوا تحطوا كامل المقادير وديروا لا ماريناديتو راكم رايحين تغلفوا البلاطو تاعكم ببابي كويسون، وزيدوا له بابي الومنيوم من الفوق. فوالا حبيباتي، بعد ما نكمل راني رايحه نضيف المعطرات والمنكهات واللي هو القرن تاع الفلفل، وراني رايحه نضيف كذلك الزعتره والرند، نضيفهم هكذا فوق الخضار تاعي. والمده الطهي هنايا تقعد تطيب لكم في الفرن درجه تقريبا واحد ساعة ونص حتكون واجدة. حطينا الزعترة، نزيدو نحطو الرند، وشدينا هذاك لو بولي تاعنا بالكوتو بالموس، تقبناه كامل باش ندخلو كامل لا ماريناد تعمل داخل. هنا كانت عندكم عرضه ولا تقدروا تستعملوا دجاجه كومبلي، هاد لا ماريناد تجيكم بزاف هايله. فقط في الاخير انا هنا ما استعملتش هذه الطريقه، فقط في الاخير ضيفوا لها يعني الزبده مع الفلفل العكري، ودهنوا بها الوجه ديالها، ودخلوها للفرن هكذا باش تاخذ لكم لون شباب. هنا عندي شوي زيت الزيتون، درت لها شوي تاع تاع الثوم، وجيت نحضر لا ماريناد تاعي. شوي زيت الزيتون، شوي موتارد، شويه لي زيبيس اللي راه هي ملح فلفل كحل، توابل الدجاج كمون عكري، ونزيدوا لها الثوم اللي انا راح نديرو واحد 3 ولا 4 فصوص تاع الثوم. هنا قلت لكم راني مضغوطه وراني نحضر غابيدمون باش ندخلها للفرن، كانت عندي خدمه. دونك نتوما تقدروا تستعملوا الثوم تاعكم اون شوميز، غسلوها فقط ورموها من الفوق، واستعملوا رابي برك فص باش تدهنوا به البولي تاعكم. من بعد حبيباتي اني رايحه ندخل هذيك لا ماريناد تاعي كامل في لو بولي ديالي كما راكم تشوفوا. نحكم مليح مليح، انا غسلت يدي فقط، نحكم مليح مليح وندخل كاع يعني لي زيبيس هادوك والمنكهات داخل الدجاج ديالي، ونحطوه فوق الخضار تاعي، ونغطيه بابي فيلم، وندخلوه للفرن يقعد يطيب لي على الاقل ساعه ونص. نتوما مره على مره طلعوا عليه، لما يطيبوا حلوه، نحولوا البابي كويسون بابي كويسون بابي الومنيوم، وخلوه يطيب لكم، يحمر لكم البولي تاعكم من الفوق. بعدها جيت ضفت شويه تاع الماء، وراني رايحه نضيفه في الخضار ديالي وندخلها للفرن وطيب لي الله الله. فوالا حبيبتي، اللي مازال مشتركتش في القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس هكا باش يلحقوها لي فيديو تاعنا هي الاولى، وتولي من عائلتنا عائله مالينا باستوري، وتستفاد من الوصفات اللي راني نقدم.
لكم. بالنسبه لحلويات العيد بديتهم لكم حبيباتي على البكري هكا باش ما تحصلوا ما تحيروا ما والو، تلقاهم موجودين في القناه يستناو فيكم. تحبوا نخلي لكم يعني واش درت لكم الحلويات العيد، انا رايحه نخليهم لكم في صندوق الوصف هكا، يعني العشيه ان شاء الله نخليهم لكم في صندوق الوصف ولا في التعليقات. كانت عندي لابات فيتي هنا كتنويه اللي يحب الوصفه تاع لابات فيتي، راني خدمتها في القناه تاعي، كميه تخرج لك واحد 700 غرام. تحبوا نعاود لكم الوصفه كميه تخرج لكم 2 كيلو، يعني خلوا لي فقط في التعليقات وراني رايحه ناخذ تعليقاتكم بعين الاعتبار. فوالا شوفوا حبيباتي، طبعت وشنو كي تحلوا لاباط فيتي تاعكم تحلوهاش رقيقه بزاف، حليتها هنا بعلو 3 ملم، دونك 3 ملم، وجيت خديت حبه بيض، درت الصفر وحده والبياض وحده باش نحضر البياض كول باش كي نلصق الحبه تاعي تلصق، والصفر خديته كادوغور نديرها من الفوق. شوفوا حطيت الماء الطون وجيت نغلق الحبه تاع لي كوكا تاعي ونحطها في الصينيه، وهكذا داو عليك. دائما نحل شويه لاباط ونجي نحط يعني الحشو ديالي. هنا اي حشو تحبوه، انا كنت حابه بالطون، نتوما اي حشو تحبوه ديروه. فوالا حبيباتي، وهاد لاباط فيتي تجي من اروع ما يكون. فقط خلوا لي في التعليقات اذا راكم حابين نعاود لكم الوصفه تاع لاباط فيتي، نعاودها لكم يا بات سوسي كامل. جيت جبت صفار البيض وراني رايحه ندهن كامل الحبات تاعي وندخلها الفرن يكون مسخن من قبل 200 درجه، نخلوها حتى تضاعف الحجم تاعها وتحمر. وهاي لك نتيجه حبيباتي تاع الوصفه تاع البوليت تاعنا اللي يجي اروع منه ما كاش، يجي كراف بنين. الكميه تاع الجوج شوفوا اللي هبط لنا، الله يبارك. لي كوكا تاعنا كيفاش جاو ما شاء الله، مقرمشين طيبين مليح، لداخل مفرمجين فيهم الطون، خفاف لدرجه يعني صدقوني هنا كانت مازالت سخونه، خلوها تبرد يعني حتقعد تقرمش لكم يجوا رائعين. فوالا حبيباتي، كانت هذه الفيديو تاعنا اليوم. صحة رمضانكم، صحة صيامكم، صحة سحوركم، ودمتم في امان الله وحفظه. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.